وقلت افرح مراتي واوديها مكان من اغلى الاماكن في مصر، تحس انك في قصر محمد علي. تفاصيل خرافيه من ديكورات ولوح ونجف وحاجه في قمه الفخامه، حتى الاستاف هناك لابسين زي فيلم الفار الطباخ. بس في الاخر قعدنا في مكان جوه ليه مود ايطاليان كده، وده الكراسي والديكورات وحتى الاكل فيه كده من الطابع الايطالي. ما كناش جعانين قوي، فانا طلبت ستيك وهي طلبت شوربه سي فود. الاكل ما فيهوش غلطه الصراحه. المهم طلعنا اتمشينا بره شويه، الاجواء تحفه، فايبس المكان خرافه. بس بصراحه حبيت اختم اليوم وانا قاعد جوه في المكان ده. المهم اجمالي الحاجات الصغيره اللي احنا خدناها ب 1600 جنيه. خلاصه التجربه والخروجه بصراحه تحفه، وده انزله كانه ديت، انت نازل انت والمدام او انت وخطيبتك تتبسطوا سوا في مكان الفايبس بتاعه حلو جدا وهادي وتستمتعوا مع بعض. لكن مش عشان تنزلوا تاكلوا وان انتوا تكونوا جعانين، لان لو جعانين هتنزلوا هتزعلوا جامد قوي في الفلوس، ممكن يعدي ال 5000 جنيه. فانزلوا عادي، ممكن تاكلوا حاجه بسيطه، تشربوا حاجه بسيطه، تتبسطوا باليوم. المهم قولوا لي، هل المكان يستاهل ولا اوفر بادجت وخلاص؟ اكتبوا لي في الكومنتس، واعمل منشن كده للحب وقول له او قولي له مش تخرج